الدولار الأمريكي يتراجع أمام الجنيه المصري ليصل إلى 48 جنيه و15 قرش للشراء في البنك المركزي المصري. الدولار النهاردة بيتراجع لأول مرة تحت مستوى 48 جنيه للشراء. يلا بينا نعرف أحدث أسعار الدولار ليوم الثلاثاء. نبدأ على بركة الله. سجل الدولار في البنك المركزي المصري 48 جنيه و15 قرش للشراء، 48 جنيه و29 قرش للبيع. أما في البنك الأهلي المصري فسجل الدولار 47 جنيه و96 قرش للشراء، 48 جنيه وست قروش للبيع. في بنك مصر سجل الدولار 47 جنيه و97 قرش للشراء، بيع 48 جنيه وسبع قروش. أما في البنك الإسكندرية فسجل الدولار 47 جنيه و98 قرش للشراء، 48 قرش وتمن قروش للبيع. في البنك التجاري الدولي سجل الدولار 47 جنيه و95 قرش للشراء، بيع 48 جنيه وخمس قروش. وأخيرا في بنك القاهرة سجل الدولار 48 جنيه و20 قرش للشراء، بيع 48 جنيه و30 قرش. كده نكون عرفنا إن الدولار نزل لأول مرة تحت مستوى 48 جنيه للشراء. استنونا في التحديثات الجاية أول بأول، وما تنسوش تدعمونا بلايك وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد.